يا أخواني، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم دنيا وآخرة. أنا نزلت مقطع قبل فترة قلت لكم لا ترشون الملح، لا ترشون الملح أبدا إلا يكون عندكم خلفية عن طريقته. كلمني الرجال قال والله إحنا في حالة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. البنت متلوية إيدينها ورجولها، وحنا جايين وداخلين الله ثم عليك. ليش طيب وش سويتوا؟ قال تكفى تعال. شوي الا جارهم يدق علي، جار بيت الرقية، جار البيت اخواني، يعني انا بعيد بيتي عن اخواني شوي. اللي يدق علي يقول لي بالله تعال بسرعه الله يخليك. ورحت لهم، وجدت البنت في حاله ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. السبب راقي، انا يعني ابى اقول عليه بكل امانه، يعني بقول عليه راقي فاشل، راقي فاشل. ويتقي الله إذا كان يسمعني الآن أو يوصل خبر، أو لعلهم نفسهم هذا اللي يقولون له، يقول اتق الله في الناس. يا أخي لا توجه المسلمين توجيه خطأ. اتصلت عليه قالت أنا كذا كذا عندي، قال جيبي ملح وحطي ملح وخل ورشي عتاب البيبان ورشي كل شيء في البيت ورشي المداخل. زوجها طبعا ما هو موجود وما في أحد في البيت وما تحصنت، وآذت، وعلى طول تلوت يديها ورجولها، وجابوها يشيلونها شيل، حطوها في السيارة جابوها عندي. من حسن حظهم، من حسن حظهم ان جوالي مفتوح، ولا بالعادة احيانا احطه على الصامت وخلاص ما اشوفه. ومن بعد صلاة المغرب الى الساعة 9:30 تقريبا او 10 الا ربع، ان حنا يلا فكينا بس عنها عشان تمشي، عشان تقدر تمشي. لطف الله سبحانه وتعالى. وقلت لهم روحوا بنفس المكان اللي رشيتوا فيه، غسلوه بالماء البارد وشيلوا الملح وشيلوا الخل وشيلوا كل شيء سويتوه. وانا حذرت يا جماعة الخير، قلت لا احد يرش ملح ولا احد يرش الخل ولا احد يرش بالمويه الا متحصن، متحصن تماما. والمفترض يكون صاحب البيت الرجال اللي يرش، او اقل تقدير يكون اذا ترش المرأة يعني ضروري ترش بالمويه فقط، ترش بمويه بارده عليها شكرا يا نورا، ترش بمويه بارده عليها سورة الفاتحة والمعوذتين. اما المبالغه هذه بماء بملح وخل واعتقد حتى اجلكم الله كانت يعني في حاله الحيض، يعني كانت في حاله الحيض المرأة، هي متزوجه طبعا واطفالها في البيت 3 أطفال، وطاحت بينهم. ومن لطف الله سبحانه وتعالى كان ابوها قريب، دقت عليه. هم يتابعوني في الحساب لكنهم ما استطاعوا يوصلون عن طريق المنسق، ما رد عليهم. اخذوا الرقم من واحد لين يلا وصلوا، ودلوهم على المكان. ويعني بلطف الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، مو بيدي انا، بتوفيق الله سبحانه وتعالى اني فعلا كنت موجود في نفس المكان. يا اخوان، يا احبائي، يا غالين، يا غالين، الله يرضى عليكم. التعامل بالاشياء هذه ما هو بعبث، ما هو بعبث ترى. المفترض الانسان يكون متحصن تماما. شكرا للداعمين، الله يبيض وجهكم. شكرا. يكون متحصن تماما، يكون اللي بيرش الرجال، يعني يحاولوا يكون الرجال، طبعا مو قصور فيكم يا الحريم، فوالله ان فيه نساء انها عن 100 رجال، ما هو عن رجال واحد. يعني كمرة رعت بيت وسنعة وتقدر تتصرف. لكن المشكلة في مثل الامور هذه ما فيها رجال ولا فيها حريم. الموضوع احنا نتعامل مع عالم خفي، احنا نتعامل مع عالم خفي. فلما يكون الانسان بدون معرفة يعني يتخبط خط عشواء. هذا وش قال لها؟ هي قالت لها اذكر الله احرج عليهم، قال لا 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 جيبي ملح وخل ورشي عليهم. خذت الملح والخل بعشوائيه وقامت تصك في البيبان وعلى المداخل وعلى غرفه النوم وعلى كل مكان، وطاحت عند باب غرفتها. انتبهوا، اذا لابد تبغون ترشون جيبوا ماء بارد، اقروا عليه الفاتحه والمعوذات والخمس الاوائل من سوره الصافات وايه الكرسي، ثم قبل ترشون تكونوا متحصنين، تكون اقل تقدير على وضوء، على طهاره، تكونوا مثلا مستعدين. يكون في النهار، هذه حتى بعد المغرب الظاهر او حول المغرب قامت ترش، يعني وقت ما هو مناسب اصلا. وربما حتى كان في لغو في البيت وكان كذا وما ذكرت الله. تمام. لذلك ناخذ حذرنا تماما انه ما نستعجل
بالرش في البيت، وخاصة إذا كان البيت في عمل موجود، في شيء أثر سحر موجود، على طول يتأذى الإنسان، يتأذى، فربما ما يجد من ينقذه بعد الله سبحانه وتعالى، ثم يدخل في معمعة. التحصن تقولون بسم الله الرحمن الرحيم: تحصنت بلا إله إلا الله، وحصنت أبنائي، وحصنت نفسي وذريتي، وإذا كانت مرة تقول وزوجي، وكل ما أوتيت من فضل الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. في البيت بصوت عالي، حتى ممكن يكون في البيت شيء يسمع هذا الذكر. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما في الأرض وما قلت والسماء وما أضلت. أعوذ بنور وجه الله الكريم من همزات الشياطين، ومن شر كل طارق يطرق إلا بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين، أعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حتى آخرها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا شيء. بعدين يبدأ يحرج، يقول: أسألكم بالله كل من سكن في هذا المنزل أو سكن في الأجساد أن يخرج طاعة لله ولرسوله، لا تؤذونا ولا نؤذيكم، لا تؤذونا ولا نؤذيكم. وبعدين تعطي مهلة ساعة أو ساعتين بعد الذكر، بعدين ترجع ترش بالماء البارد وعليه سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين والخمس الأوائل من سورة الصافات. تكون كذا أنت أديت اللي عليك من أمانة. الملح في البيت وقفوا تماما، وقفوا الرش في البيت بالماء والملح تماما، وقفوا الرش في البيوت تماما، واضح؟ وقفوا. خلاص أفضل، خلونا على الرقية إحنا وياكم. الأفضل في البيوت، أبى أنزلها لكم مقطع وبقولها لكم الآن، أبى أنزلها مقطع وبقولها لكم الآن، وبنزلها مقطع إن شاء الله. يكون من الرجال، يكون رجل أو امرأة، إذا ما في رجال في البيت تكون حرمة ما يخالف، لكن أفضل يكون صاحب البيت أو ولد أو الأب أو الأخوان أو أحد من أهل البيت. إذا حبيتوا ترقون بيتكم أو تخرجون الأذى من البيت بدون ما يؤذون الشياطين، لأن أحيانا نغلظ عليهم إحنا في إيش ينتقمون، الله يحميكم من الأطفال أو كذا. فلذلك الحل أحد يدور في البيت، وكل منطقة ركنية في البيت أو أي مكان، ولكن الأركان خاصة، أو بوسط الغرفة تقف وسط غرفتك وتقول بسم الله الله أكبر، وتنفث باتجاه الزوايا، نفث فقط بريقك. أقوى شيء النفث، أقوى من الملح وأقوى من الماء بغيره، ولكن النفث المباشر من أقوى ما يخرج الأذى من البيوت. في غرفة النوم تدخلون غرفة النوم حقتكم وتقولون يا الله انك تحييه الله يبقيكم. تدخل غرفة النوم حقتك وتقول بسم الله الله اكبر بالزوايا، وعلى يم السرير وعلى الدولاب وعلى التسريحة وعلى كل مكان في غرفة النوم عندكم، حتى تخرجون الأذى بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء بالمجالس، بالمقلط، بصالات الجلوس، عدا دورات المياه. دورات المياه تقول وانت قبل تدخل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وتسكت. إذا دخل داخل دورة المياه تنفث، واضح؟ تذكر برا وتنفث داخل. هذا بالنسبة لدورة المياه. جلكم الله وشرف الله مسامعكم. القراءة برا والنفث داخل، فقط دورات المياه. أما المطبخ وما عدا ذلك فالرقية والنفث في نفس المكان.